شهد الشارع العراقي في الفترة الماضية حالة من الجدل بسبب تضارب الأقاويل حول مشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر في افتتاح بطولة كأس الخليج المقرر إقامة نسخته ال25 في البصرة جنوب العراق هذا العام. التضارب حول إحياء كاظم الساهر هذه الاحتفالية كان كفيل بهجوم بعض أفراد الشعب العراقي على القيصر كاظم الساهر، حيث اعتبر البعض مشاركته في احتفالية تستضيفها بلاده هذا العام أمر وطني. القصة بدأت حين قام اتحاد الكرة بالعراق بالكشف عن إحياء الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض حفل افتتاح النسخة ال25 من بطولة كأس الخليج اللي بتستضيفها البصرة. جاءت بعدها تصريحات محافظ البصرة اللي نوهت عن وجود اتفاق شبه نهائي بين المطرب العراقي كاظم الساهر ومحافظ البصرة أسعد العيداني على تقديم الساهر أغنية خاصة بمناسبة افتتاح خليجي 25. بدأت بعض الأقاويل بعدها تؤكد أن كاظم الساهر بالفعل سيقدم أغنية كلمات الشاعر كريم العراقي، اللي سبق له أن كتب الكثير من الأغاني العاطفية والوطنية لكاظم الساهر ومن ألحان الساهر نفسه، حيث سيحضر الساهر شخصيا لملعب جذع النخلة الذي سيقام عليه حفل الافتتاح. ولا يمر وقت طويل حتى تم حذف بيان اتحاد الكرة بالعراق وتم نشر جملة واحدة: الأمر متروك لكاظم الساهر. وحتى الآن الصمت هو سيد الموقف بالنسبة للفنان كاظم الساهر، وربما التعليق الوحيد له كان عبر إحدى القنوات اللبنانية بقوله: كأس الخليج تعني لي الكثير، فرصة رائعة أن يجتمع الإخوة والأحباب في مدينة الحب بصرتنا الجميلة الرائعة. وبعد تلك الكلمات بدأت تتردد أقاويل حول أن كاظم الساهر سيقدم أغنية بالفعل، ولكن مسألة حضوره لم تحسم بعد. البعض اعتبر تواجد القيصر في تلك المناسبة سيكون مصالحة مع جمهوره العراقي، فهو لم يتواجد مع جمهوره منذ سنة 1997، والزيارة الوحيدة له كانت في احتفالية رسمية سنة 2011 بعد تقلده منصب سفير النوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم.